أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، فيديو جديد مع بعض ويعتبر من الفيديوهات المهمة جدا، وهننزل كذا فيديو مع بعض في الفترة اللي جاية عشان نعرف هنعمل ايه في الامتحان وهنظبط دنيتنا ازاي في الامتحان. والفترة الجاية دي فترة مهمة جدا بالنسبة للامتحانات كلها، إذا كانت تربية فنية ولا عربي ولا إنجليزي ولا كل المواد. أوصيكم بالامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت في العربي في كل المواد بيجي منها 3/4 الامتحانات بتاعت تالتة إعدادي. ان شاء الله الفتره اللي جايه دي هننزل مجموعه من الفيديوهات متتابعه ورا بعضها، هنشرح فيها كل حاجه عن التربيه الفنيه. احنا اغلبيه ما بتخش النت بتلاقي كل اللي على النت النظري. اوكي، النظري مهم، بس النظري جزء من 3 اسئله بيجولك او من 4 اسئله بيجولك في الامتحان. طب انت هتحل النظري، طب بقيه ال3 اسئله هتعمل فيها ايه؟ ان شاء الله في خلال الفتره الجايه كل فيديو هجيب لك حاجه هيبقى عن حاجه معينه من ال3. يعني النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التعبير الفني، هنزل لك فيديو تاني بيتكلم عن القص واللزق، هنزل لك فيديو تاني بيتكلم عن التصميم الابتكاري، هنزل لك فيديو بعد كده ان شاء الله بيتكلم عن التذوق الفني، بحيث تعرف كل جزء من اقسام الامتحانات اللي هتجيلك انت هتخش تعمل فيها ايه بالظبط. وده ان شاء الله على مقدار اليومين او ال3 اللي جايين، بحيث تبدا تظبط نفسك بيهم وتخش الامتحان عارف انت هتعمل ايه. لان زي ما قلت قبل كده لازم تشتغل في ال3 مواضيع اللي انا جايبه لك. انت مش هتخش تحل النظري بس، لا طبعا، ده في نظري، في تعبير فني، في تصميم ابتكاري، في تذوق فني، وفي قص ولزق، وكل واحد فيهم عليه درجه. فانت لو ما اشتغلتش في ده وفي ده وفي ده وفي ده مش هتعرف تجمع درجات بتاعه التربيه الفنيه بتاعه النص الاول. النظري امر مفروغ منه، مجموعه من الاسئله وهتحفظها وهنزلها لك ان شاء الله. بس المهم عندنا برضو مهم جدا العمل. ليه؟ لانه فيه 3 اسئله، فان شاء الله هنزل لك كل مرحله كده بسؤال نعرف كل حاجه عنه، بحيث تعرف انت هتخش تعمل ايه بالظبط. مبدئيا كده انا مش عايزك فنان زي ما بقول للطلبه عندي في المدرسه، انا مش عايزكم فنانين، لا، انا عايزكم تتعلموا حاجات تخش ثالثه اعدادي تعملها في الامتحان، الراجل اللي بيصحح يديك درجه كويسه عليها تطلع واخد درجه كويسه. ده اللي انا عايزه منك في التربيه الفنيه في المرحله الاعداديه. عشان كده انا من سنه اولى اعدادي بعلم الطلبه عندي كده، انا بعلمك حاجات عشان تخش ثالثه اعدادي تعرف تشتغل في الامتحان، لان ثالثه اعدادي ما فيهاش اعمال سنه، فالدرجه اللي هتجيبها هي دي اللي هتتحط لك في الشهاده بتاعتك او في الايه، في المجموع بتاعك ان شاء الله مع الشهاده اللي هي ايه بتطلع. طيب، في حاجات لازم تروح بها الامتحان، ما ينفعش تخش امتحان التربيه الفنيه من غيرها. زي ما انتم شايفين قدامنا كده، الوان الفلوماستر دي لازم عنها، والوان الخشب دي لازم عنها، والمقص لازم عنه، وورق القص واللزق لازم عنه، وقلمك الرصاص لازم عنه، ومسطرتك لازم عنه. دي الحاجات اللي لازم تبقى معاك، وطبعا الجومه بتاعتك والايه والاستيكه بتاعتك ده لازم يبقى معاك. الحاجات ديت ما ينفعش تخش الامتحان من غيرها، تمام؟ لان عندك 3 مواضيع هتستخدم فيهم الالوان، عندك 3 مواضيع هتستخدم فيهم البشر، عندك موضوع هتستخدم فيه القص واللزق، ولازم المقص، وكل شغلك هيبقى بالمسطره وبالقلم الرصاص. يبقى الحاجات ديت اللي انت شايفها قدامك ديت هي دي الحاجات اللي لازم تبقى معاك وما تخشش امتحانك من غيرها. لان انت ممكن تخش الامتحان الملاحظ اللي يقول لك عليك محدش واخد حاجه من حد، يبقى انت هتقعد مع نفسك. طب هتلون ازاي من زميلك محدش واخد حاجه من حد؟ يبقى انت ما تحطش نفسك في الخانه ديت، وكل الحاجات دي تبقى معاك، وهي المفروض هي معاك طول الترم. الوان الفلوماستر 6 او 12، الوان الخشب 6 او 12، ورق القص واللزق بالوان المختلفه، مسطرتك، قلم رصاصك، الوان البشر. كل ده انت عارفه. الحاجه ديت انت ممكن تشوفها غريبه عليك. الوان البشر ده اللي انت بتبشر بيه، وهنعرف يعني ايه بعد كده بشر. طيب، الطلبه عندي اخترعوا حاجه جديده، عارفين التباشير الالوان؟ تباشير علبه تباشير الالوان، جابوا التباشير الالوان وبشروه زي ما انتم شايفينه كده، بشروه في ازاز كده زي ما انتم شايفينه، وبعد كده يحط ده على الورقه ويبدا يشتغل، يطلع لك النتيجه اللي انتم شايفينها دي، وهنعرفها بعد كده. بس انا عايز اعرفك دلوقتي ايه هو البشر. البشر ده يا اما بمسك قلم الوان الخشب ده وموس او بقطر وطن ابشر انزل الحتت الصغيره ديت يبقى زي ده كده وابشره بكل الالوان اللي انا عايزها، يا اما اجيب الوان تباشير الوان وابشره برضه واحطه زي ده بيطلع لي نفس النتيجه اللي زي ديت، ويمكن احسن كمان واسهل. والكلام ده هنعرفه لما نيجي نشرح يعني ايه الايه البشر. بس المهم عندي كل ال3 أو ال4 حاجات دول ما ينفعش تخش الامتحان من غيرهم.
طيب هنخش سريعا كده عشان ما نطولش مع بعض. طيب اول سؤال عندنا التعبير الفني اللي هو الرسم، وده اهم سؤال عندنا، وده اكتر سؤال بيبقى عليه درجات، اللي هو الرسم. طبعا 3/4 ما بنعرفش يرسم، اوكي مفيش مشاكل. طيب انا هعلمك حاجات تخلي رسمك الوحش حلو، تخلي رسمك الوحش ايه؟ حلو. هعلمك حاجات تخش تعملها في الامتحان، حتى انت لو راسم وحش هتخلي الراجل اللي بيصحح لك يديك درجه كويسه. ان انت تخلي كراستك شكلها حلو، تنظم كراستك، تخليه اخر حاجه يبص فيها الرسم، لا تعمل له حاجه شكلها حلو كده، بص لجيه ايه؟ يديك درجه حلوه عليها. طيب مع بعض كده بسرعه، دي الكراسه اللي هتجيلك في الامتحان. طبعا ده احنا مالناش دعوه بيه، دي خاصه بالكنترول. خلاص تكتب اسمك هنا ورقم جلوسك، خلاص، وتبدا تخش جوه. بتبص تلاقي هنا الصفحه ديت مسطره، دي اللي هتحل فيها النظري، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده في فيديوهات ايه؟ فيديوهات تانيه في سنه اولى. هتحل النظري هنا، ما علينا. نيجي بعد كده هنلاقي اول صفحه مكتوب فيها التعبير الفني، يبقى انت تحل التعبير الفني. طب انت هتلاقي صفحه مكتوب فيها التعبير الفني، وصفحه التذوق الفني، وصفحه التصميم الابتكاري. طب انا بدلت منهم، مفيش اي مشاكل. يعني مش لازم التعبير الفني هتلاقي كلمه التعبير الفني مكتوبه هنا يبقى لازم التعبير الفني، لا هنا مش مشكله، حل في اي صفحه انت عايزها، المهم تحل. طيب بدايه كده عايز اول ما بتخش الكراسه هتعمل الاطار ده لازم تعمله في كل الصفحات اللي موجوده عندك في الامتحان. ليه؟ الاطار ده وظيفته زي ده كده، ده اسمه اطار. وظيفته انه بيقسم لي الصفحه لجزئين، جزء بره وجزء جوه. الجزء اللي بره ببشره بلون، والجزء اللي جوه ببشره بلون تاني. فبالتالي انا بعمل خلفيه او بعمل باك جراوند للايه؟ للرسمه بتاعي، فبيديني شكل جمالي احسن زي ما انتم شايفين كده. لو لاحظت اطار اي موضوع في كراسه الرسم لازم تلاقيه جوه اطار، وهنعرف الكلام ده. طيب الاطار ده بيتعمل ازاي؟ بتجيب الصفحه قدامك اهو، وبتجيب الصفر بتاع المسطره، ادي صفر المسطره اهو، مش اول المسطره، لا صفر المسطره، وتحطه على اول الكراسه. قرب كده معايا شويه عشان تشوف. تحطه على اول الصفر اهو، على اول الكراسه، وصفر 1 2 وايه؟ وعند الاثنين تاخد نقطه. وتيجي تحت برضه الصفر على اول الكراسه اهو، وادي 2 وتاخد ايه؟ نقطه. هتبص تلاقي النقطتين قصد ايه؟ بعض. تحط النقطه دي قدام المسطره والنقطه دي قدام المسطره، وتشد بالمنظر ده. زي ما عملت هنا اعمل هنا برضه. الصفر على اول الايه؟ الكراسه، وصفر 2 ونقطه. هنا برضه الصفر على اول الايه؟ الكراسه، صفر 2 ونقطه. وبرضه احط الاثنين قدام بعض كده قدام المسطره كده، وابدا ايه؟ اشد بالمنظر ده. زي ما عملت يمين وشمال اعمل فوق وتحت. هنا ادي الصفر واثنين ونقطه، برضه نفس الكلام، صفر واثنين وايه؟ ونقطه. هلاقي الاثنين قصاد بعض، ابدا برضه زي ما انا شايف كده، احط النقطتين قصاد بعض كده وايه؟ واوصل الايه؟ واوصل الاثنين بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده. فوق نفس الكلام، فين؟ تحت صفر 2 ونقطه، صفر 2 وايه؟ ونقطه. وبرضه اوصل الاثنين ايه؟ الاثنين ببعض بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هبص الاقي الاطار طلع لي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وابدا اظبط الاطار كله كده، هيطلع لي الاطار بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عملت اطار مساحته من كل ناحيه 2 سم. ده الاطار، ده اللي هتعمله في موضوع التعبير الفني، ده اللي هتعمله في التصميم الابتكاري، ده اللي هتعمله في التذوق الفني، ده اللي هتعمله في القص واللزق. لازم الاطار. طب الاطار ده وظيفته زي ما قلت ان انا هبشر لون ده بره، وهبشر لون تاني ايه؟ جوه، فيطلع لي النتيجه اللي انتم شايفينها ديت زي ده بالظبط، بره بلون وجوه بلون، فبيديني شكل جمالي احسن. طب من غير الاطار هعرف ابشر؟ لا، يبقى لازم اعمل الاطار. يبقى اول ما اخش الاطار في الصفحه ديت اعمله، والاطار في الصفحه ديت الموضوع الثاني اعمله، والاطار في الصفحه ديت الموضوع الثالث اعمله. احنا هنعمل 3 مواضيع. انت في الامتحان هيجي لك 4، واحد منهم اجباري و3 تختار 2، يبقى 2 اختياري وواحد اجباري، يبقى انت هتعمل 3 مواضيع، يبقى انت هترسم في 3 مواضيع، يبقى انت لازم تعمل اطارك في 3 مواضيع.
طيب عملت اطار، انا بشرح ازاي هعمل التعبير الفني. عملت الاطار بتاعي، اجي ماسك الكراسه بتاعتي وتانيها كده وابدا بقى اشتغل بالعرض كده. طيب هرسم ايه؟ دي الحته المهمه. في اللي ورقه الامتحان بتلاقيني جايب لك الموضوع وتحته 3-4 سطور كده، لازم تقرا السطور ديت. السطور ديت فيها الحاجات اللي انا عايزك ترسمها، فيها الحاجات اللي انا عايزك ايه ترسمها. طيب الحاجات ديت انا مش عارف ارسمها، او بعرف ارسم جزء فيها، بعرف ارسم حاجتين بس فيها، ارسمهم واكررهم. طيب ما بعرفش خالص كل الحاجات اللي هو جايبها لي مش عارف ارسمها، يبقى اجيب حاجات من عندي داخله في الموضوع او بتمت للموضوع وارسمها بطريقتي انا. اي رسمه هتحطه حلو وهتاخد عليه درجه، لكن تسيبها لي فاضيه كده دي اللي بتاخد عليها صفر. هتبدا ترسم الحاجات اللي هو جايبها لك، ولو ما عرفتش تجيب حاجات انت من عندك مرتبطه بالموضوع وتبدا تلونها. طبعا بتلونها بطرق التلوين اللي احنا عارفينها، المساحه والنتش والتداخل زي ما احنا متعلمين طول الترم. وبعد كده تبشر بره وجوه، وبعد كده تحدد الاطار بتاعك باللون الاسود. طيب ازاي ابشر يا استاذ؟ انا المساحه اهي تحت اهي، هاجي جايب مثلا ده اللون ده، شايفين؟ واجي حاطط كده، حاطط ايه؟ كده عليه كده منزل، مش هحطه كله طبعا، شايفين؟ وابدا اوزع اللون كده في المنطقه اللي انا عايزه كده، ومنديل ورق او ورقه خلاص، او حتى بصبعي، بس ما اضغطش جامد، بالراحه كده، شايفين؟ بص بالراحه كده، شايفين؟ بشرت الجزء اللي بره كله بالايه؟ باللون. خلصت هنا اجي حاطط فيه نفس الكلام هنا، خلاص شايفين؟ نفس الوضع اهو كده بالمنظر ده لغايه لما اخلص المساحه كلها ديت وديت ودول. خلصت جوه اجي جايب اللون التاني، وليكن ده مثلا اهو، شايفين؟ اهو حطه فين؟ جوه، ونفس الكلام اهو، شايفين؟ ابشر فيه زي ما انتم شايفين كده لغايه لما اخلص زي زميلتكم ما هم مبشرين كده وجايبين البشر عشان تتعلموا بيه وابشر واخلص المساحه كلها بشر. بعد ما اخلص بشر اجيب منديل وابدا اتني رايح جاي على الطباشير ده لغايه لما اطلعه خالص، بحيث لما اعمل صبع كده ما يطلعش في صبعي. بعد ما اخلص بشر والكلام ده كله اجي جايب اللون الاسود بالمنظر ده ومحدد الاطار بتاعي اللي انا كنت عامله باللون الاسود بالشكل ده. خلاص هتبص تلاقي موضوع التعبير الفني بتاعك حتى لو انت رسم وحش، بس انت مظبط دنيتك ومظبط الوانك ومظبط اطارك، هتبص تلاقيه في الاخر طلع شكله حلو. تمام؟ ده بالنسبه لموضوع التعبير الفني. اطار، بشر بره وجوه، رسم، تحديد، تلوين. انا مش عايز منك في موضوع التعبير الفني اكتر من كده. عملت كده ومشيت بالخطوات اللي انا قلت لك عليها ده، اضمن لك بنسبه 100% ان انت هتجيب درجه حلوه في موضوع التعبير الفني. وده اول فيديو لينا واول شرح لنا لموضوع التعبير الفني. اتمنى ان الناس كلها تعمل اشتراك ولايك عشان يوصل الفيديو لاكبر ناس من زمايلنا ويستفادوا منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.